مش عارفين تلبسوا ايه في الشتاء ومحتارين؟ اتفرجوا على الفيديو ده. خلونا نبتدي بأهم حاجة، ايه هي البنطلونات اللي تقدروا تلبسوها الشتاء ده بنستخدمه كلاير تحت اللبس، بس من فوقيه طبعا بنتقل من اشيك ومن احلى الستايلات. Hi mochis and young, welcome back or welcome to my channel if you're new. مش عارفين تلبسوا ايه في الشتاء ومحتارين؟ اتفرجوا على الفيديو ده. جبت لكم اهم القطع اللي لازم تبقى عندكم في الدولاب الشتاء ده، وطبعا هحط لكم صور وتنسيقات للبس الشتاء عشان تاخدوا افكار كتيره، والحاجات اللي هقولها دي نسقوها على الحاجات اللي عندكم في الدولاب، مش لازم تنزلوا وتشتروا. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير للفيديو عشان لما تبقوا مش عارفين تلبسوا ايه في الشتاء تتفرجوا على الفيديو ده. يلا بينا، خلونا نبتدي. اهم حاجه وهي البيسكس. يعني ايه بيسكس؟ التيشيرتات اللي بنلبسها من تحت اللبس الشتوي. طبعا الخامه بتاعتها لازم تكون كده زي بلوفر شويه، بتبقى تقيله زي اللي انا لابساها دي بالظبط. دول يا جماعه اهم قطعه لازم تبقى عندكم في الدولاب، وكمان تبقى عندكم بالالوان الاساسيه زي الاوف وايت، الاسود والبيج. دول اهم 3 الوان لان هيليقوا على كل اللبس اللي عندكم. كمان بيسك مهم لازم يبقى معاكم في الشتاء، لان هو بنستخدمه كلاير تحت اللبس بس من فوقيه طبعا بنتقل، وهو القميص الابيض. كمان شويه في الفيديو هوريكم ازاي تنسقوه، بس برضو القميص الابيض من القطع المهمه اللي لازم تبقى عندكم في الدولاب في الشتاء. في حاجات جديده كده نازله يا جماعه، اللي هي بتبقى قميص بس الحته اللي فوق دي او بس من تحت، فبيتباعوا كده عند اللي هم بتوع الطرح والحاجات دي، بقى بس ياقه او مثلا الحته بتاعت القميص من تحت، فدي برضو عمليه جدا. ايه هي البنطلونات اللي تقدروا تلبسوها الشتاء ده بتبقى مريحه جدا وشكلها حلو جدا؟ اسمهم الوايد ليج بانتس. وايد ليج يعني بتبقى نازله على واسعه، وطبعا الوسع ده بقى بيبقى اختياركم انتوا. في بيبقوا نازلين على واسع بس ضيق، في اللي هم بيبقوا نازلين على واسع والبنطلون ذات نفسه مش ضيق خالص. تختاروا وسع البنطلون بس. عامه اللي طالعين موضه وبجد بيبقوا مريحين جدا اللي هم الوايد ليج بانتس. الخامه بتاعتهم ممكن تبقى جينز، ممكن كمان تبقى خامه السويت بانتس اللي هي بتبقى من جوه مبطنه عشان تدفيكوا في الشتاء. وتعالوا طبعا نتكلم على الجيب او السكيرتس، عشان انا عارفه ان ناس كتيره بتفضل ان هي تلبس جيبات او سكيرتس. اكتر نوع جينز بيكون عملي شويه في الشتاء والسكيرتس او الجيبات الجينز. ليه يا فرح اشمعنى يا جماعه النوعيه دي مش جيبات؟ عشان طبعا الشتاء بيبقى فيه هوا كتير، فالجينز اكتر حاجه بتثبت وما بتتحركش في مكانها. ومش شرط تبقى اللي هي الجيبه الجينز الضيقه، لا عادي، في منها بيجي واسع ومش بيفسر خالص الجسم. في نوعيه جيبه برضو هسيب لكم صورتها هنا، دي برضو بتبقى لطيفه جدا في الشتاء، ولكن برضو للاسف مع الهواء بتتحرك سنه بسيطه من تحت. مش كده انا بفضل الجيبه الجينز في الشتاء. وانا شخصيا ما اقدرش استغنى عن الجيبه البليسيه، بس دي صراحه مش بلبسها في الايام اللي بيكون فيها هوا، لان هي بتتحرك كتير، بتدخل هوا كتير فبتسقع، فبضطر بقى البس حاجات من تحتيها بتدفي، فما بتبقاش مريحه بالنسبه لي. لكن ساعات طبعا في ايام في الشتاء بيكون في شمس، الجو بيبقى لطيف، سقعه بس يعني مش بيكون في هوا جامد وكده، فبلبس الجيبه البليسيه لان هي بجد عمليه وبتليق على حاجات كتيره جدا. تعالوا بقى اكلمكم عن الحاجات اللي تقدروا تلبسوها من فوق وتنوعوا بيها. اول حاجه ودي اهم حاجه، يعني قطع كده لازم تبقى عندكم بجد، وهم الكوتس او البلاطي. من اشيك ومن احلى الستايلات اللي انا شخصيا بعشقها في الشتاء. تقدروا تعملوا له ستايلينج بمليون طريقه حرفيا. تلبسوه انتوا رايحين مثلا المناسبه حاجه شيك كده، او تلبسوه انتوا مثلا رايحين حرفيا الجامعه. يعني القطعه دي تقدروا تنسقوها، تغيروا البنطلون، تغيروا الجزمه، الحاجات دي. بس هي قطعه بجد، الكوت او البلطو من اهم القطع في الشتاء، وكمان بيبقى شكلها حلو قوي. الحاجات برضو المهمه اللي هو الجاكيت الجلد، بس احنا متعودين كده على جاكيت جلد بشكل معين، اللي هو الجاكيت الجلد اللي بيبقى قصير شويه، ده اللي احنا متعودين عليه. بس الشتاء ده طالع كده موضه قوي، اللي هو البليزر بس جلد. برضه هوريكم شكله هنا، شكله يا جماعه انيق وشكله حلو جدا. فانتوا ممكن خلاص تستغنوا عن الجاكيتات الجلد اللي احنا متعودين عليها لو انتوا يعني عايزين تغيروا الستايل طبعا، وتبدلوها بقى بالبليزرات اللي شكلها كده اللي هي بتبقى جلد. وطبعا برضه الجواكت الجلد عايزه اقول لكم ان هي رجعت موضه تاني، اللي هي القصيره بقى اللي احنا متعودين عليها. البلوفرات ما نقدرش نستغنى عنها لان هي حاجه مريحه وبتدفي وعمليه، بس السنه دي طالعين موضه اكتر اللي هم الطوال الواسعين، ودي حاجه حلوه عشان احنا كمحجبات بتبقى حاجه لطيفه بالنسبه لنا. دول بقى اللي بقول لكم عليهم تنسقوهم مع القمصان البيضاء، يعني تلبسوا القميص الابيض من تحت وفوقيه البلوفر، بيبقى شكله حلو قوي، بيديله كده تاتش لذيذ قوي، بيخليه انيق اكتر زي ما انتم شايفين في الصور. عندنا بقى يا جماعه الفيست. انا عارفه مش ناس كتيره بترتاح في الفيست، بس انا بالنسبه لي بيكون عملي جدا، بالذات في الايام اللي بيكون فيها هوا جامد. بجد
بجد الفيست ده بتحطوه خلاص بتتدفوا وما بتحسوش بالهواء، ما بتحسوش بالساعة قوي. فالفيست ده بيبقى كده بافي، الخامة بتاعته كده بتبقى بافي، بحبها قوي الخامة دي لان هي بجد بتبقى مريحة، وتقدروا تنسقوها بكذا طريقة، وسبيشالي بيبقى مريح قوي في الجامعة وفي الدروس لان هي قطعة بتحطوها مثلا فوق بقى بولوفر، سويتشيرت، وات ايفر، تبقى زي ما بقول لكم بتقفل الهواء، بتدفيكوا. فالفيستس برضو اللي هما شكلهم كده دول من القطع المهمة جدا. ممكن برضو تجيبوا منها لون واحد، يعني مثلا يا اسود يا اوف وايت كده، اللي هو لون تقدروا تلبسوه على كذا حاجة. طبعا يعني انتوا عارفيني كفرح انا ما ينفعش اعدي شتاء من غير ما اقول لكم السويتشيرتس. انا بعشق حاجة اسمها السويتشيرتس، انا بستنى اصلا الشتاء يجي عشان البس السويتشيرتس. طبعا السويتشيرت ده يا جماعة تقدروا تنسقوه بكذا طريقة زي ما انا مورياكم كده هنا في الصور، على بقى البنطلون الواسع اللي قلتلكوا عليه اللي هو الوايد ليج. ممكن برضو تختاروا مثلا سويتشيرتس قصيرة شوية مع الجيبة، حاجات زي كده بحيث ان انتوا تنسقوا شويه الاتنين مع بعض. بس السويتشيرتس من اهم القطع، تلبسوا بقى عليها الفيست اللي قلتلكوا عليه عشان تتدفوا اكتر، ستايل بيبقى مريح وبيدفي. كمان من الجاكيتس يا جماعه اللي هي لازم كل سنه تطلع موضه زي اللي انا لابساه ده، اسمه بيسبول جاكيت. ده بيبقى برده مبطن من جوه فبيدفي جدا، وانا شخصيا بعشقهم بجد، بحبهم جدا لان هم اولا مريحين، شكلهم بيبقى حلو قوي في اللبس، وبيدفوا. انا بلبس من تحتيهم برده البيسكس اللي قلتلكوا عليهم دول لان هم بيدفوا قوي. وده بيبقى شكل البيسبول جاكيت، برده هسيب لكم صور عشان تشوفوا شكله. بس البيسبول جاكيت بجد من احلى القطع اللي لازم تبقى عندكم في الدولاب. كده خلصنا اللبس، تعالوا بقول لكم على شويه حاجات برضو مهمه جدا. اول حاجه الشوز او البوتس اللي مهمه جدا برضو تبقى عندكم. اول حاجه يا جماعه التشانكي بوتس اللي هما بيبقوا شكلهم كده، دول اكتر حاجه عمليه في الشتاء، تلبسوهم بقى تخشوا في المطر براحتكم، بيدفوا جدا طبعا في الشتاء. فالتشانكي بوتس انا شخصيا بعتبرهم من اهم القطع او الجزمه او الشوز اللي لازم تبقى عندكم. اللون بقى تختاروه على حسب الدولاب بتاعكم، يعني مثلا لو انتوا لبسكم كله اسود هتجيبوا اسود، لو انتوا مثلا لبسكم فيه برضو كده حاجات زي اللي انا بلبسها البيج الاوف وايت فتجيبوا لونه بيج او اوف وايت. يعني تشوفوا انتوا الدولاب بتاعكم ايه اكتر لون شوز هيليق عليه وتجيبوا البوت ده اللون ده. عشان كده انا على طول بقول قبل ما تنزلوا تعملوا شوبينج لازم تبصوا في الدولاب بتاعكم كويس قوي وتدرسوا الالوان، عشان ما تنزلوش تشتروا حاجه مثلا زي الشوز او الجزمه دي. انا مثلا هنزل اشتري بوت، لازم ابقى عارفه ان الدولاب بتاعي ايه القطعه اللي فيه، ايه الالوان اللي موجوده، عشان انقي البوت لون يليق على الالوان اللي عندي في الدولاب. فدي برضو تip مهمه جدا. حاجه بقى رجعت موضه تانية يا جماعه، انا لن انسى، ده كان موضه تقريبا في 2012 وكان عامل ضجة، اللي هو الأجز رجع موضة تاني، وأنا مبسوطة لأن هو مريح جدا. وصراحة يا جماعة لقيت الناس بيعملوا له ستايلينج بأشكال كيوت قوي، فأنا عاجبني الترند. بس أنا عارفة إن ناس كتيرة ممكن ما يعجبهاش موضوع الأجز ده، بس أنا شخصيا بشوفه مريح، هو بس مش عملي في المطر، يعني لو الدنيا بتمطر، لكن غير كده عادي. وبرده سبتلكوا هنا كده ايه صور ناس بتنسقهم ازاي، بس بجد هو مريح وبيدفي. أنا شخصيا مع الترند، قولوا لي برضو رأيكم. واخيرا وليس اخيرا برضو حاجه كده قطعه هاتوا منها واحده او اتنين، يعني اللي هي السكارف الشانكي برضو اللي هي الكبيره، مش السكارف الرفيعه. برضو هسيب لكم شكلها هنا، طالعه موضه جدا السنه دي، مع ان انا شايفه ان هي يعني قطعه لازم تبقى موجوده معانا، هي مش ترند يعني. بس برضو هاتوا منها الالوان الاساسيه، يا بيج يا اوف وايت يا اسود، الحاجات اللي هي تليق على كل حاجه. بس ده بيبقى شكلها وبتتلبس بالطريقه دي، وبجد بتدي كده شكل للاوتفيت حلو قوي. يعني انا شخصيا من الناس اللي بتؤمن انه الاكسسوارز بتفرق قوي، يعني البوتس، الشنط، النضارات، الحزمه، برضو من الاكسسوارز السكارف. الحاجات دي يا جماعه لما بتزودوها على الاوتفيت بجد بتغير الاوتفيت 180 درجه. فانا بالنسبه لي السكارف دي من القطع المهمه للستايلينج وللتدفئه برضو في الشتاء، فهاتولكوا واحده او اتنين هتستفيدوا منهم صدقوني. وبس يا جماعه دي كده كانت افكار تنسيقات ملابس للشتاء، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. وقولوا لي بقى ايه اكتر ستايل انتوا بتحبوا تلبسوه في الشتاء، فيدوني، يمكن برضو تقولوا لي حاجات انا ما قلتهاش في الفيديو وابقى اجرب البسها وكده. بس ده كده كان فيديو النهارده، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي، انيا.